ازاي صلحت المروحة بالإبرة والخيط، وازاي فكينا التكشيرة بتاعة السجادة. خليكم معانا وانت هتعرفوا ان شاء الله كل الحاجات دي عملناها ازاي. السلام عليكم احلى متابعين، يا رب دايما تكونوا بخير وبسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. اسماء وتجربتي بنفسي. تعالوا بقى نشوف ازاي صلحنا كل الحاجات اللي احنا عملناها وفردنا كمان السجادة. اول حاجة هنجيب مسحوق معانا ايا كان المسحوق. انا هنا بغسل بمسحوق اوكسي، ولازم اشجع صنع بلدنا. فاحنا اول حاجة بنغسل السجادة ونخليها تمام التمام، وبعد كده هنلفها رول زي ما احنا هنشوف دلوقتي. ايوه، من هذا الشكل نلفها كده ونثبت فيها جامد على اساس اللي هي تثبت معانا وتتفرد كمان. ونجيب السجادة اللي بعديها ونغسلها بنفس الطريقة، وبعد كده هنلفها برضو رول وهنسيبهم لمدة 5 دقايق بهذا الشكل، ونحط برضو عليهم مية عشان نضمن بان كل المسحوق اللي احنا غسلنا بيه السجاد خلاص كده المية نزلته والسجاد نضف معانا وبقى تمام التمام. وبعد كده هننشره في اي مكان فيه شمس، سواء بقى في البلكونة في اي مكان، المهم اللي احنا ننشره بهذا الشكل. وناخد بالنا يا جماعة الخير علشان طبعا كل خطوة مهمة جدا. كده خلاص معايا السجاد نشف، وبعد ما نشف برضو لفيته رول على اساس يفضل ثابت معايا اكبر فترة ممكنة. وانا طبعا فرداه فين عندي في الشقة. ادي شايفين الشكل ما شاء الله، السجادة معايا اتفردت وبقت تمام التمام. وكمان فكينا التكشيرة اللي كانت عليها، ما كنتش بعرف افتح الباب ولا اقفله من السجادة. صليتوا بينا على النبي، اللهم صل عليك يا نبي. لو وصلت لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. يا رب اللي يشترك في القناة ربنا يرزقه بحج بيت الله الحرام. اللهم امين اللهم امين اللهم امين. فايه رأيكم بقى في الاختراع الجامد ده؟ بصراحة خلى السجاد عندي ما شاء الله، والباب بقى سهل عندي، بقى افتح الباب واقفله بكل سهولة. وهنشوف دلوقتي مع بعض ما شاء الله. انا كده وتعالوا للفكرة التانية، ازاي صلحنا المروحة بالإبرة والخيط. لازم نعتمد على الله ثم على نفسنا علشان كل حاجة في بيتنا نصلحها بإيدينا. المروحة دي مروحة عمود. انا طبعا اول حاجة جبت قماشة وحطيت فيها مية، وقلت علشان نقفل مروحة على نظافة. فطبعا قلت لازم انضف المروحة الاول واظبطها وبعد كده نقفلها على نظافة. فاحنا هنا جايبين قماشة وعمالة بمسح في المروحة علشان تبقى قدامي نظيفة وكمان تبقى جديدة. وبعد كده طبعا لقيت القماشة ملهاش لازمة، فجبت معايا الليفة بتاعت الطباق اهي معانا. حطيت فيها شوية مية على شوية صابون، بس خلي بالكو من الموتور بتاع المروحة ما يجيش عليه مية. ايوه هو ده الموتور اللي انا بقولكوا عليه، خلي بالكو الموتور ده ما يجيش عليه مية علشان ما يتحرقش مننا. ونقفله كده كويس ونثبته كده ونلفه لفة بسيطة كده هيقفل معانا. وبعد كده نرجع ننظف المروحة كويس جدا، الشبكة اللي فوق الثابتة دي والشبكة التانية ننظفها كويس وننظف المروحة. وبعد كده هنجيب معانا الإبرة والخيط علشان نثبت الشبكة اللي هي الثابتة دي والشبكة التانية مع بعض. ايا كان اللون، الخيط ابيض او اسمر مش مشكلة، واحنا كده كده هندريه في الاخر. ولو عندنا سلك برضو ممكن نعمل بيه مفيش مشاكل. لو مفيش سلك اللي احنا نعمل بيه نعمل بالإبرة والخيط، المهم اللي احنا نتصرف. صليتوا بينا على النبي، اللهم صل عليك يا نبي.
كده ما احنا خلصنا كده المروحة وتبتناها وخليناها تمام التمام. فاحنا يا جماعة الخير لازم نعتمد على الله ثم على نفسنا. وبعد كده بقى خلاص نقفل المروحة ونجيب الطوق بتاعها ونقفله، فبالتالي كده مش هيبان معايا اي خيط خالص. وتعالوا بقى نسمع صوت المروحة الجميل. نستودعكم الله.